السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة زهور داتسي. اليوم غادي ندير معكم واحد لسان ديال الطير كيجي زوين بصراحة. غادي نشد عندي نص كيلو ديال لسان الطير، غادي ندهنوه بشوية ديال الزيت، هذاك الزيت بصراحة، وغادي ندير واحد 10 دقائق تفور. ملي كتفوروها كتجي زوينة وكتجي مفركة، ما كتلصقش ليكم وكتبقى مفركة عندكم. غادي نديروها 10 دقائق في البرمات تفور. عندي ديجا دايرها مباشره، ولكن دابا فورتها نعاود ندير معكم واحده اخرى مفوره كتجي زوينه. فهاد الاثناء غادي نديروا واحد البصيله في صغيره في الكوكوط تشحر لينا. غادي نشحروها هي وشويه ديال الزويته، كنشحروا ديك البصله حتى كتنزل عندنا كما كتشوفوا. ومن بعد غادي نرمي عليها جوج مطيشات محكوكين متوسطين، وغادي نزيد التوابل ديالها. عندي القزبور والمعدنوس والثومه محكوكه، عندي شويه ديال الفلفل الاسود، عندي بابريكا، معلقه صغيره ديال البابريكا، وعندي معلقه صغيره ديال التحميره اي فلفل الحلو، وعندي معلقه صغيره ديال السكنجبير اي الزنجبيل. وغادي نديروا الملحه على حسب الذوق، لان غادي نزيد واحد ضامه ديال البنه. غادي ندير واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون او زيت المائده اللي يعجبكم وكتفضلوه ديروه. من بعد غادي ناخذ اللي بغيتو، يا كفته، انا درت هاد القطعات ديال الصدر ديال الدجاج وصافي، وكيتقلى عندي الكل. وكنبلل كندير الماء الكافي اللي غادي يطيب ليا داك لسان الطير. وفي هاد الاثناء انا ضفت واحد الضامه ديال البنه، وغنخلي داك الكوكوط ديالي حتى كطيب ليا مزيان. سديت عليها طابت. دابا غادي نضيف لها داك لسان الطير اللي تفور. بصراحه كتجي مفركه وكتجي مزيانه وزوينه، وكطيب في ساعه. في هاد الاثناء راها كطيب في ساعه، ما كتشدش لينا الطياب. دابا غادي نزيدو داك الماء اللي تفورات به لسان الطير، لان عندنا نقي وفي نفس الوقت راه طايب. وغادي نبقاو نحركو، ما غاديش نغفلو عليه لان باش ما تلتصقش لينا في القعر ديال الاناء. غادي نبقاو مره نحركوها حتى كطيب. صافي كنسدو عليها واحد 10 ديال الدقائق ولا 5 ديال الدقائق، ماشي كنسدو الكوكوط كنزيروها، وانما غير كنديروها بحال كنردوها وصافي. من بعد كنقدموها. انا درتها في الطويجنات هادو، كان واحد عطيتو ديالو ما عطاش حق ديال التصوير ديالها، راه جات حمراء بزاف. انا مع صورت بالليل. وتنشكركم، كنتمنى تعجبكم وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا لكم على المشاركه والمشاهده، ولا يخطيكم عليا.